انا اقول لعبد الجواد. ايوه يا استاذ محمد. ايه رايك في حوار الشغف ده؟ لا يا استاذ محمد، ده موضوع ما فيهوش نقاش. لازم الواحد يمشي ورا شغفه ويعمل اللي بيحبه وما يسمعش كلام الناس. بس خد بالك برضه يا عبد الجواد ان نفس الناس اللي سمعتوا منهم الكلام ده ما قالولكش ان الشغف ساعات بيخدعك، وانك ممكن تفضل تجري وراه لحد ما تكتشف انك كنت بتجري ورا ولا حاجه. يعني هتعمل زي واحد بيجري ورا اتوبيس ولما يلحقه ويلاقيه رايح في اتجاه تاني خالص. لا يا استاذ محمد، كيف شغفي يخدعني؟ يعني كيف؟ طول ما الحاجه بحبها يبقى خلاص. ايوه يا عبد الجواد، الحب لوحده مش بياكل عيش، وفي لحظه معينه ممكن تلاقي نفسك تايه ومرهق ومحبط، وكل اللي حواليك سبقوك وانت لسه بتدور على شغفك. فالسؤال هنا، هل فكره الشغف ملهاش لازمه؟ وهل الشغف ممكن يضيع الواحد فعليا؟ والاهم، ازاي اعرف شغفي الحقيقي؟ ايوه يا استاذ محمد. لا ما فيش ايوه، صلي على النبي وجهز مشروبك وتعالوا نعرف سوا. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حديث جديد من حديث تمك. بسم الله. أنت أكيد سمعت في فترة من الفترات كلمة الشغف، وإزاي لازم تلاقي شغفك عشان تنجح وتعيش مبسوط، صح؟ تمام. بس الحقيقة إن الكلمة دي ناس كتير فهموها غلط، وللأسف بقت سبب فشل وإحباط عند شريحة كبيرة من الشباب، واللي أنا بالمناسبة كنت واحد منهم. ولو ما وقعتش الفخ ده فالحمد لله، لأن الكلام اللي جاي هيفسر لك الصورة صح، وهيفهمك إزاي تاخد بالك كويس من اللعبة دي. وعشان نفهم الصورة دي بوضوح، أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه شغف. ببساطة الشغف هو الحاجة اللي بتحب تعملها من غير ما حد يطلب منك. زي واحد بيحب يرسم فبيرسم حتى لو محدش هيشتري اللوحة، وحب نابع من جواك، مش شرط كله مقابل، بس بيخليك مستمتع وانت وبتعمل. اما انت غريب يا استاذ محمد، واحد بيحب حاجه وبيعملها. ايه المشكله في كده؟ المشكله بتبدا لما تفتكر ان الشغف لوحده كفايه. يعني ايه؟ يعني الشغف جميل ما اختلفناش، لكن مش دايما بياكل عيش، ودي الحقيقه. ممكن تحب حاجه جدا بس الحب ده لوحده مش كفايه علشان تعيش منه، والدليل ان في ناس كتير سابت شغلها وراحت تمشي ورا شغفها من غير خطه ولا استعداد ولا حتى دراسه للسوق، والنتيجه ضاعوا. وده لانهم كانوا فاكرين ان مجرد الحب هيكفي، بس الواقع كان غير كده تماما. زيد بقى ان الشغف لو اتحول بسرعه لشغل ممكن يتحول لضغط، وساعتها المتعه هتختفي والابداع هيقل، وده لانك بتجيب بتفكر في الفواتير مش في الشغل نفسه. معلش، اصل الفواتير ما بتفهمش شغف. الكهرباء عايزه فلوس مش رسم يا بيه، وساعات السوق نفسه مش بيبقى محتاج اللي بتقدمه، او خلينا نقول ان المنافسه بتكون صعبه، فتلاقي نفسك بتجري ورا حلم بس ما كانش له مكان في الواقع. وفي وسط المعمعه دي كلها ترفض اي فرصه تانية، تقول يا الشغف يا بلاش، حاجه غيره ما تنفعناش، وتقعد يا باشا تهتف وتضيع منك حاجات ممكن كانت توصلك لنفس الهدف بس من طريق تاني. والاخطر انك تبدا تقارن نفسك بغيرك وتنسى ان اللي نجح كان بيشتغل وبيتعلم وبيحسبها بعقله وقبل قلبه. يعني خليها كده يا استاذ محمد، اسيب الحاجه اللي بحبها اقوم اطفي عليها يعني ولا ايه؟ رغم المشاعر اللي مش مفهومه دي، لكن ده سؤال رائع، واجابته ببساطه لا، ما تسيبش الحاجه اللي بتحبها بس خليك واعي وامشي بعقل. كيف؟ يعني تبداها كهوايه مش مصدر رزق. ابدا اعمل الحاجه اللي بتحبها جنب شغلك او دراستك، جرب اختبر نفسك، شوف هل هتستمر، هل فعلا بتحبها، وهل عندك استعداد تتعلم وتتطور فيها، والاهم هل الحاجه دي ممكن تبقى مصدر دخل ليك بعد مده. المطلوب منك مش انك تسيب شغلك، المطلوب انك تجرب. جربت بقى وتاكدت ان الحاجه اللي بتحبها تصلح، يبقى تطور نفسك فيها بجد. ادرس، اتعلم، خد كورسات، اتفرج على الناس نجحت في نفس الحاجه واشتغل على نفسك، بس من غير ما تستعجل. الابداع حلو، محدش قال حاجه، بس لما كانش مدعوم بالعلم والمهاره هيفضل مجرد هوايه. وطبعا انت اكيد عارف الفرق بين الهوايه والشغل، ولو انت مش عارف فالشغل هو اللي بيجيب ايجار الشقه اللي انت بتبدع بهواياتك فيها. طورت من نفسك بقى وعرفت ازاي ممكن تجيب من الحاجه دي فلوس، نيجي بقى للخطوه الاخطر. اوعى تغامر غير لما تختبر السوق. مثلا لو بتصمم، اعرض شغلك على مواقع خاصه بالتصميم او جروبات فريلانسر، شوف مين مهتم، اسمع راي الناس، شوف هل في طلب، هل في فرصه ولا لا، وحط في دماغك ان السوق مش دايما بيرحب، فافهمه قبل ما تدخل. طب دقيقه يا استاذ محمد، انا اختبرت السوق ولقيت ان الحاجه اللي بعملها عليها طلب وفي فرصه كبيره انها تنجح، ايه لازمة شغلي بقى؟ اسيبه صح؟ ايوه يا عبد الجواد، دي بقى النقطة الأخيرة والمهمة جدا، انك تخطط وتمشي على مراحل. ما تسيب شغلك او دخلك الاساسي فجأة، لكن ابدأ بشغل جزئي في شغفك او دخله كمصدر جانبي، ولما يبقى في دخل ثابت واستقرار ساعتها فكر تتوسع او تعمل اللي انت عايزه من غير لف ودوران. لو عايز ساعتها تسيب شغلك سيب، لكن برضه لازم الخطوة اللي هتاخدها تبقى محسوبة مش مجرد اندفاع. تمام عبد الجواد؟ تصدق يا استاذ محمد انا كنت فاهم الموضوع غلط، بس الحمد لله فهمت. اقوم انا بقى اكمل صينيه الكيكه بالزنجبيل. السلام عليكم. كيكه بالزنجبيل؟ وعليكم السلام. واخيرا يا رفيقي، لو عايزين نلخص اللي قلناه كله في جمله فهتبقى ان الشغف بيتبني مش بيكتشف فجاه.
افضل خبط وتعلم لحد ما توصل لحاجة تعيشك عيشة كويسة ومحترمة وتكون بتحبها ومرتاح وانت بتعملها، وساعتها هتقول هو ده شغفي. فامشي بعقلك قبل قلبك علشان ما تخسرش اللي بتحبه ولا تخسر نفسك. وبس كده. تنساش بقى الحبشتكنات بتاعتك لايك بقى واشتراك وتفعيل زر الجرس، وانك تاخد لك لفه على اللي فات اللي عملناه يعني، وتستعد للقادم اللي لسه هنعمله. او رايك يهمني واحب اسمعه. ايه الحاجه اللي بتحب تعملها جدا وتتمنى في يوم تبقى شغلك الاساسي؟ اشوفك قريب في حديث جديد من حديث تهمك. دمتم في امان الله والسلام عليكم.